عمرك حسيت إن دماغك شغالة زيادة عن اللزوم؟ أفكار بتجري، خوف، لوم، قلق، سيناريوهات ملهاش آخر. دينا كانت بتحارب دماغها كل يوم، بس أميرة قالت لها ما تحاربهاش، دربها. بيت دينا بالليل، الساعة كانت التاسعة، والجو في بيت دينا هادي، نور خفيف وكوبايتين شاي على الترابيزة. أميرة جاية تزورها بعد الشغل، لقيتها قاعدة قدام اللابتوب وسرحانة. أميرة: شكلك غرقانة في تفكير تقيل، حصل إيه؟ دينا: أنا مشكلتي دماغي يا أميرة، بافكّر في كل حاجة زيادة، باقلق من حاجات لسه ما حصلتش، ولو حصلت حاجة باراجعها مليون مرّة. أميرة: مارك مانسون بيقول مش لازم تصدّق كل فكرة تيجي في بالك، دماغك بتتكلم طول الوقت، بس أنتِ اللي تقرري تسمعي لمين. دينا باندهاش: يعني دماغي مش هي اللي بتتحكم فيّا. أميرة: لأ، هي أداة مش ربّك، وأنتِ اللي تقرري تقوديها والّا تسيبيها تسوّقِك. دينا: بس ساعات الأفكار بتكون قوية، صوتها عالي أوي. أميرة بابتسامة: كل صوت عالي بيتلم بالتدريب، مرة واحدة كل يوم قولي لنفسك أنا مش الفكرة، أنا اللي بشوفها. الليلة دي دينا نامت، بس لأول مرة من مدة طويلة نامت وهي مش ضد دماغها، بل جنبها، وفي إيدها مقود الأفكار. وإنت كمان يا صاحبي الجميل، قولي إيه أكتر فكرة بتدورك كل يوم، وجرب تقول لنفسك أنا اللي بختار أصدق إيه. ويلا بينا يا صاحبي الجميل، استناني في الحلقة الجاية.